في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكلكعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كمت، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتسمع فيه الحلقة دي. أنا تيسير سعد وأنت بتسمع برنامج دي الزتونة. الحلقة النهاردة عن التوقعات. يعني إيه؟ جاية من اسمها، إنك تتخيل حدوث حاجة والحاجة دي يا تحصل يا ما تحصلش. كنت مرة عند صاحبة ماما ولقيتها بتقول لي إيه؟ أنا عملت كل حاجة لولادي وجوزي وبيتي وهما ما ادونيش ولا حاجة. مع العلم إن جوزها إنسان بمعنى الكلمة، وابنها أخلاقه عظيمة جدا لأنها فعلا أحسنت تربيته، وبرضو المشكلة مش فيها. أمال تفتكروا إيه سبب المشكلة؟ كل الحكاية في التوقعات. هي استنت منهم رد فعل لفعل مش طبيعي، بمعنى إنها ست حنينة جدا وطيبة، عايشة في زمن اللي يعورك قوله الله يسامحك، عايشة في زمن وردي كده مش موجود، بالبلدي عايشة في مية البطيخ. ادت لعيلتها فوق الطبيعي فوق المفروض، واستنت تاخد منهم فوق الطبيعي برضو فوق المفروض. وده مش هيحصل لأننا مختلفين، ومختلفين قوي كمان، خصوصا في طريقة إظهار حبنا واهتمامنا. ومع إنها ما قصرتش معاهم، إلا إنها برضو هي اللي غلطانة، والعيب فيها هي وهي وبس. في قاعدة مهمة قوي بتقول الله أنا الآخر، بمعنى هي فين من كل ده؟ ادي حقك لنفسك رقم واحد، وبعدين اديلهم حقهم. انتي الوحيدة اللي تستاهلي اهتمامك، وده مش معناه أنانية أبدا، بالعكس ده منتهى العدل. ادي بحدود العقل حب واهتمام وحنية. ادي وما تنسيش نفسك اللي هي أهم حاجة في حياتك. اهتمي بيها، بجمالك، بثقافتك، اهتمي بكل حاجة يعني تخصك، عشان ما تلاقيش العمر عدى وانتي لسه في مكانك. لو لاحظتوا هتلاقوا حاجات كتير مبنية على موضوع التوقعات ده، زي تخمينك كده لمفاجأة في عيد جوازكم وما بتحصلش علشان هو بيكون ناسي اليوم ده أصلا، عادي يعني بتحصل عديها. وتخمينك لكلمة معينة بس ما اتقالتش، وعشمك في حضنها اللي دايما ما بيجيش في ميعاده علشان هي مش مهتمة. التوقعات وحشة، ما تتوقعوش. الحاجة الوحيدة اللي ينفع تتوقعوها هي إن كل حاجة وأي حاجة ممكن تحصل أو لأ في أي وقت ومن أي حد، علشان ما ترجعوش تزعلوا. وهي دي الزتونة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. كنتم مع دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كمت، محطة على المحطة. راديو كمت، محطة على المحطة.